مبروك. ايه يا جو عامل ايه؟ الحمد لله. بس انا لقيتك. ايه هو في ايه؟ الحمد لله. كنت عايز اتكلم معاك كده في موضوع. محتاج حاجة؟ لا كنت عايز افضفض. بجد والله؟ ده حبيبي كنت عايز افضفض معاك بكلمتين كده. اتفضل يا عم. والله الواحد حرفيا كده كل حاجة اعتبر بقت مضايقاه في حياته. هو الحمد لله لما لا اعترض على اي حاجة. بس يا عم خير خير ان شاء الله. حبيبي ربك هيعديه. طب ممكن اتكلم عادي برضه معاك؟ اتفضل يا عم انا حبيبي. سامع. هو كان ليا واحد صاحب يعني يعز عليا قوي، بتعامل معاه كويس واي حاجه ما كنتش ببخل عليه بيها واي حاجه لازم ابقى معاه. يا عم نفض. طب انا نفسيتي تعبانه فحابب ان انا اتكلم معاك. ماشي يا عم انا سامعك والله. فتعاملت معاه كتير بس يا اسطى مشكلة اقسم بالله. كمل يا اسطى. تمام. فكنت مثلا يعني يطلبني في اي حاجه يا معاه. لهوي عيل فقر الواد ده. مثلا يحصل له اي ظرف كنت انا اول واحد ابقى جنبه. بس الفيديو ده يا محمد هو جميل. لا الواد ده مشكلة، بحب اتفرج على فيديوهاته كتير. انا حاسس ان انا جيت لك وانت مشغول مثلا في حاجه. لا يا عم مشغول ايه، كمل سامع. بص يا محمد كله هيعدي خليها على الله. خلي يسطا ايه، حاول دايما ما تحكيش لاي حد، فاهم يعني. لا انت يمكن عشان تعز عليا واقرب. انا فاهم والله، بس انا بتكلم ان ايه هتاخد مني ايه في الاخر، معلش. لا انا كنت مستني ان يكون رد فعله معايا غير كده، مستني ان هو يرد ولو جزء يعني. معلش هم الصحاب كلهم كده يا محمد. بقول لك ايه، ما تيجي نروح نلعب بلاي ستيشن؟ لا والله انا تتعوض مرة تانية ان شاء الله. ان شاء الله يا عم، عادي سهلة. حبيبي حبيبي يا محمد. عايز أي حاجة؟ تسلم يا لا حبيبي، لا مؤاخذة يا حبيبي.